بتكلم بسرعة شوية بس أنا نفسي نخلص الرسائل عشان نبدأ حلقتنا. الرسالة التالية: مع علاج الصرع منذ 7 سنوات وأنا مريض وأتناول دواء، ولكن ما زلت أعاني من هذا المرض، فماذا أفعل؟ أسألكم الدعاء لي بالشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك من هذا المرض تماما، وأسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك، وأسألكم أن تدعوا لهذا الأخ الكريم. أسأل الله العظيم أن يزيح عنه هذا البلاء. الصرع، وأتمنى أن كل اللي سألونا عنه يكون متابعينا النهاردة. ربع كيلو من الحرمل هيغلى في لتر ونصف من الماء. ربع كيلو من نبات الحرمل هيغلى في لتر ونصف من الماء لمدة حتى يتبخر ثلثه، يعني يتبقى عندي لتر. ثم بعد ذلك بيصفى، يوضع في زجاجة معتمة، ولو ما لقيتش زجاجة معتمة يوضع في زجاجة عادية وتلف من الخارج بورق الفويل أو بكيس أسود، هتوضع في الثلاجة. ثم يتناول منها الطفل معلقة صغيرة مع معلقة عسل على الريق، الكبير من 2 إلى 4 معالق من هذا الماء على معلقتين من العسل أيضا على الريق لمدة 40 يوم. بعد كده بنلاحظ النوبات، وبعد كده نبتدي مع الطبيب المعالج ننقص الدواء، نقلل الدواء اللي احنا بناخده، هنجد نتيجة رائعة وبفضل الله عز وجل والمنة لله عز وجل جايبة نتائج رائعة جدا في هذا الموضوع. أسأل الله العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين.